أجمل صباح عليكم اخواتي وحبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا عامل لك الفيديو ده هدية ليك، هدية عشان أنا بحبك في الله، وعشان عارفك أنت بتحب الحمام. الفيديو ده الفرق ما بين الحمام العادة والحمام الصافي، صغير وكبير، وإزاي ما تقعش في الخطأ ده. تمام؟ العادة ابن الصافي رسمي، بس في ناس بتقول عليه استرالي عادة. ليه؟ لان بيتخدع اللي هو الاسترالي التلت والعاده. في ايه؟ اطيبهم كلهم واحد، بس في العظم، في العظم. فاهم قصدي؟ اه. اللي في ايدي ده فرد حمام عاده، ما تقالش عليه صافي. اه. طيب. طب بالنسبه للصوافات عم محمود اللي بتطير دي، الناس بتقول عليها صوافات وهي مش صوافات، هي صوافات نش، صوافات عظم عادات، مش صوافات الكليبسات اللي عظمها قاطع فرط. لا. ليه طيب؟ الصوافات اللي هي بتيجي عظم قاطع لفرط بتيجي طفرة، والطفرة كل ما عظمها قل نفسها قل وضيق، بقى نفسها ضعيف مش طويل. أطول نفس إيه؟ الحمام المسافات، الزواجل والكرزليات. بص عظمها عاملة إزاي؟ مصدرة كده قدام. لكن الحمام التاني ده اللي هو الغزار، عظمه قصيرة ومكلتمة، بيحب يشفع في العالي، يشفع فوق، يبقى هو السحاب. لكن الحمام التاني ما بيمشيش كده، بيمشي في الواطي. حتى لو مشي مسافة ما بيطلعش كده زي الحمام الغزار. بالنسبة بقى نرجع لموضوعنا تاني، الأتياب اللي هي عامل أساسي من الغاوي واللون، وإزاي تلقي الألوان لبعض، وإزاي تلقي الصوافة والعادات لبعض. ده فرد حمام عادة أهو عشان يبقى واضح في النور أهو. عينيه بعيدة عن إيه؟ عن شدق. تمام؟ والشدق ده لازم يبقى في نص العين، والعظم يكون قاطع ما يكونش كده. ده عادة كويس ده. تمام. طب بالنسبة للتوب، ليه التوب كده؟ أم أزازية وأبوه سكري. خلاص. دي أمه الصوافة. بص بقى وركز كده على أمه صوافة. أنا جايبها لك في النور أهي. الشد في نص العين أهو، ومفيش ما بينها وما بين العين مفيش. بص الحمامات.
ده عادي اهو. ده بقى اللي بيطلع عليه استرالي عادة. بص عظمه خارج ازاي، مش زي العادة الاولاني النقش، عظمه خارج لبره. اوريك برضه عادة غيره. بس العادات دي يعني بتتربط كده ازاي، او تفضل تجيب عظام طالعه كده ازاي؟ لان لما بنديها لبعض اهي، لما بتدي عادات لبعض بيجيبوا العظام دي. اوريك اخوه. بص اخوه عظمه لامم شويه، اخوه عظمه لامم شويه، اخوه عظمه لامم شويه. بص ازازة عادة، بص عظمه خارج ازاي من غير الصوافة اللي انا جبتهولك. ممكن احط لك ده وده قدام بعضيهم. الاتنين اهم في مقارنة. كل الأتياب يا جماعة، سواء في الاسترالي أو الصافي أو العادة، كلها واحد. ويمكن كمان في أتواب بتيجي معاك في الاستراليات ما بتجيش في الصوافة، عشان الاستراليات كلها داخلة في بعض. النهد الحمامة أم نهد، والحمامة اللي جاية من الدبورة الرصاصي أو الخضرة، الحمامة اللي جاية من الدبورة السكرية، الحمامة الدبورة اللي جاية من الدبورة البصلي أو الصفرة، ده كده مشتق وده مشتق، ما يخشش على بعض. ده كده بند لوحده وده بند، فياريت تفصل كده وتعرف انت يعني انت محتاج انهي لون. خلبطة الالوان دي على بعضها بتجيب لك حمام مجهول وانت مش عارفه. في مسميات بتتقال في بلاد، وفي مسميات بتتقال في القاهرة، وبنبقى تايهين، بنخش في جدال بس. لكن لا، فاحنا كده عرفنا ان ده بند وده بند. طب بالنسبة وهو صغير، ما تتخدعش بقى فيه وهو صغير. ان شاء الله يكون بس عندي بس زغاليل، لان الزغاليل صغيره خالص ما جهزتش اللي انت تشوفها، اللي هي لسه بطشه. فالطشه دي مش هتعرف تتحكم اذا كان هو صافي ولا عادي. ولما بيبقى زغلول رياني كده يا دوبك اتفرد كده واتفطم، بيبقوا قريبين لبعض، وناس بتاخد الحمام ده وبعد ما بتاخده بيطلع عذاب. هو بيبقى باين، عظمه خارج، لفة دماغه باينه، تمام. بعيد عن التقليب ان ده ببطحة ولا مش ببطحة، لا انا بكلمك في حتة نقطة صغيرة، تفصيلة صغيرة. الصافي صافي والعادة عادة. بتوع النش ايه؟ بتوع النش صوافات عظم عادات. في اللي بيبقى ذوق، في اللي بيبقى حلو، في اللي بيبقى عظمه لابس شوية وانت ليك نظرة وغاوي، مع ان انت تتفرج مع الحمام وهنا بتشوف حمام هنا وهنا وهنا وهنا،
هتعرف تحكم، وفي الاخر هتقرر سواء ده صافي ولا عادة. وخلي بالك العادات والصوافات بتخش على اي حمام بتحليه، بتخش على اي حمام تحليه، وده حمام مصر موجود هنا بس. تمام يا رجاله، اجمل مليون مسا على عيونكم. لو وصلت لحد هنا متنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعمل لايك للفيديو عشان الصفحه اخر فتره دي اتضرت جامد، المحتوى مش باين، فخلي المحتوى يظهر فضلا وليس امرا. ويا رب اكون خفيف على قلوبكم. عايز تشير الفيديو شيره. تعليقك الجميل، استنيكم الفيديو الجاي. اشوفكم على خير. السلام عليكم.